ها هي الفلوس هذه كامله راه مكاملاش 500 درهم. هنا راه 6 ديال المليون. ايوا بما انني عندي لاسكال في تركيا نجبد الفلوس ديال تركيا. هذا الدينار الجزائري، هذا الدينار التونسي، هذا شويه ديال الاورو، هذا الدولار. هاد الفلوس هذه كامله يلاه شي 200 درهم. وقت تبتدئ الرحله كنت في قنيطره خديت طاكسي صغير التران مشيت للمطار، والمطار في مطراز كلشي دز، دخلت طرت من كازا حتى لتركيا حيت عندي لاسكال في تركيا. المهم كان شويه مفضح، كنبان شويه صفر، جاتني بحال واحد الدوخه. كنت جيت باش نجلس في الطواليط وخصني نمشي، هادشي راه العرك. المهم من بعد وليت شويه، وصلت لتركيا كان عندي ساعه ونص لاسكار. كتجي هنا تقلب هنا راهي بانت لي بيروت في مدينه 1:30 اف 4 بي. هاد الساعه كانت 12 الليل والطياره ديالي كانت مع 1:30، دونك تنتسنى الوحده اللي غيبداو يطلعوا الطياره. 3 الصباح لقيت راسي في لبنان. المهم مشيت تنطبع الباسبور، صحابي كيعطيو الفيزا 800 ولكن لا. المهم ها هو هذا عمروا لي واحد الورقه ظريفين بصراحه. من البدايه تيبان لك بان ظريف، التعامل ظريف. سولني شنو هذه كذا، شنو علاش جاي وداكشي عادي. صافي هو اللي عمر لي اصلا الورقه. ها فيزا ديال الدورة بالنسبه ل 15 يوم، انا حتى نجلس 10 ايام. ها هي انا خديتها. المهم بلاصه فين كنت ساكن فاش ديتها في اير بي ان بي، وهنا شديت اوبر من المطار باش غادي نمشي لتما. ها هو داير 4 الصباح. المهم واحد الحاجه اللي خصكم تعرفوا هو الضو تيكون مقطوع بالليل. سيت الله يخليك زوينه. المهم الدري مو مصري هو عندما ساكن في اير بي ان بي، من بعد تعرفوه مزيان. فصرفت 200 اورو. نقول لكم شنو غتعرف. دونك كاين واحد جوج حوايج اساسيين اللي كنديرهم ملي كنجي لشي بلاد جديده. الحاجه الاولى فهي كنصرف بطبيعه الحال، دونك ديما كنجيب الاورو ولا الدولار وكنصرف العمله ديالهم. كما كان في الجزائر فالعمله الا صرفتها تما كيعطيوك داكشي شويه هابط. هنا في لبنان فتقريبا الا صرفتي في البنكه غيعطيوك داكشي هابط بزاف. بحال دابا الا كانت 100 درهم غادي تعطيك مليون ليره، في البنكه الا صرفتي 100 درهم غيعطيوك غير 100,000. دونك بحال قلتي عطيتيهم 100 درهم وعطاوك 10 دراهم، شويه قاصحه. هنا فتيخدموا بواحد المزيج ما بين الدولار وما بين الليره اللبنانيه. بحال ملي صرفت 200 دولار فخديت 150 دولار ها هو، وخديت الشيء الاخر لبناني. ف 50 دولار عطاتني 6 ديال المليون. ها هي الفلوس هذه كامله راه مكاملاش 500 درهم. هنا راه 6 ديال المليون. صافي هنا البلاصه فين ساكن فيها مزيانه. خرجت نضرب واحد الدوره باش نتفقد الاحوال كيفاش داير. اخيرا غادي ناكل اول حاجه دابا. لو شيف قال لي انا في لو شيف الماكله اللبنانيه تقليديه، وقال لي ناض على حسابه. وان ايجيبشن وان مكسيكان وان موروكان. اقسم ملوخيه نشكل يا فجر. وهي هذه لبنه بالثوم دايره بحال الحمص ولكن في الشكل، ولكن راه اتس يوغurt. We usually is cooked. In Morocco we cook as well. فقاص هو بتنجان وحمص ملوخية مصرية 100%. مزيان. اللحم الدجاج الرز. بسم الله. ثانك يو. 23 دولار. $20. اوكي. $3. المهم فهنا فهم تيخدموا بواحد المزيج ما بين الدولار وما بين الليره اللبنانيه، حيت مليون ليره لبنانيه. دونك 10 ديال الوراق ديال 100,000 راه هي تقريبا 10 دولار. دونك باش ما ديرش بزاف ديال الوراق كيخدموا واحد المزيج ما بين الليره وما بين الدولار. داكشي علاش في الريستو فخلصت 20 دولار، وهذيك 3 دولار اللي بقات فهي تقريبا واحد 300,000. قال لي باللي راه فهمتي الماكله غتشوف شي حاجه الاخر على حسابي. على حسابي. على حسابه. معمرين باللحم. This is how we do it. It's good. لا بخير. وهذا لا لا طحينه. This one is hummus. بغيت ندوق هاد لاصوص هادي بحال عرفتي بحال المطيشه خاسره في الاول وبعدين كتعطيك شي حاجه زوين. تما في الحانوت كيتباع عندهم هاد اللعيبه هادي. فقال لي هادي راه احسن قهوه هنا تيضربها هو زعما. انا نديها فهي غنديها الغدا. حليب تقريبا داير واحد 15 درهم. شويه غالي القضيه شويه غاليه عندهم هنا الصراحه. تقريبا في الثمن فكانت 450. هادشي في الحانوت العادي، وهاد الحانوت العادي بطبيعه الحال غيكون فيه داكشي غالي. حتى غنمشي للسوبر مارشيات غادي نشوف الاثمنه الحقيقيه. ف 450 بحال قلتي تقريبا هادي ب 45 درهم في الحانوت العادي.